في كل عيد ميلاد بنحب نقول لكم كل سنة وانتم طيبين. بتمنى ليكم أحلى عيد، بتمنى ليكم يوم سعيد، بتمنى ليكم خير كتير أكتر بكتير من اللي فات. أهلا بيكم وكل سنة وانتم طيبين. رجعنا لكم بتحديات جديدة بس المرة دي كلها للكريسماس للميلاد. وما تنسوش كل التحديات دي برضه هتبقى بنقط، يعني هنشوف مين فينا اللي كسبان في الآخر. بس ما تنسوش قبل ما نبدأ تعملوا لايك وشير، واللي ما اشتركش يشترك دلوقتي حالا. يلا بينا. يلا بينا. أول جولة هي عبارة عن أسئلة بتسألها إيريني لمريم ومريم بترد عليها، وطبعا الأسئلة دي هتكون ببوينتس. فيلا بينا، مين هيبدأ؟ أسألك أنا الأول. طب ما اسالك انا الاول. أسألك أنا الأول. أنا قلت الأول. أوكي. أول سؤال، لحد إمتى فضلت العائلة المقدسة في مصر؟ 3 سنين. لا، لحد حدث معين، في حاجة حصلت بعدها رجعوا تاني خرجوا من مصر. لما هيرودس مات. طب اسالك انا بقى. ماشي. انت شتي ولا ايه؟ هو باين بس مش قالوه. ما هو دور حنة بنت فينوئيل في قصة يسوع؟ مين دي؟ دي جدته؟ لا. هي عملت ايه؟ كانت من ضمن الناس اللي عملت ايه؟ يعني مش جدته، معرفش حنة غيرها. ايوه هي كانت نبية. حنة النبية. عملت ايه؟ في قصة بابا يسوع. أيوة. كانت بتصلي النبية بتتنبأ. خلاص ماينس نعملها ماينس بس مش تاخد بوينت. اوكي. ممكن اقول لها الاجابه؟ قولي لها الاجابه طبعا. كانت يعني شاهده على تقديم يسوع في الهيكل، وتحدثت عن قدومه لمخلص اوكي، ده احنا بعيد منتظر. مخلص منتظر بالظبط. هي كانت عامله زي سمعان الشيخ كده بالظبط. اوكي، يعني كانت شاهده على قصه الميلاد. دوري. ماشي. متى امتلأ زكريا الكاهن بالروح القدس؟ لما جه يوحنا المعمدان. عدولة. نايس ون. ماذا كانت تفعل حنة؟ نفس حنة، وكانت شاهدة، كانت بتشهد وكانت بتصلي مثلا شهادة السيد المسيح وهو بتصلي وبتصوم في الهيكل. برافو. حنة دي عملت حاجات كتير في المرة الهيكل. اللي فاتت. انتوا حاطين لي كونتنت عن واحدة ما اعرفهاش. بس عرفتي معلومة يا ريم؟ سيكس جود. هسألك أنا سؤال. ماشي. لازم دي. القديس نيكولاوس كان مشهور بإيه؟ مشهور بإيه؟ صفات يعني. صفات؟ عطاء، بيدي كتير. صح. برافو. كده دي الإجابة؟ صح. وإن هو بيساعد المحتاجين. أيوه بيساعد كل المحتاجين. برافو مايا. معنى اسم زكريا من اسمه. يتذكر الله يذكر. صح. اصل زكريا. لماذا امر هيرودس ماذا امر هيرودس بعد ما عرف عن ولاده المسيح؟ بقطع راس كل الاطفال اقل من 2 سنين. ايوه، قتل كل اطفال بيت لحم. ايوه الذكور. برافو مريم. من هو الملك الذي امر بقطع راس يوحنا المعمدان؟ هيرودس انتيباس. برافو. ماشي. ناقص سؤال في الراوند دي. يلا بينا. كيف نجا الطفل يسوع من مذبحة أطفال بيت لحم؟ هرب لأرض مصر. ايه الحدث اللي حصل؟ يعني حصل حاجة مش رؤيا لو حاجة. صح. رؤيا جت مين؟ يوسف. برافو. يوسف النجار. وقال له ايه؟ وقال ان قم وخذ الصبي وامه واذهب الى ارض مصر. إجابة ذكية جدا. ما هي صلة القرابة بين يوحنا المعمدان ويسوع المسيح؟ ثانية هقول لك. أكيد أنا عارفاها. ولاد عم، ولاد عمة، خالة. ايوه ولاد خالة. ايوه. عشان مين كانت قريبة مين؟ مامة ماما العذراء كانت قريبة اليصابات. برافو. ومعانا دلوقتي ترانيم، وهسألك يا مريم سؤال.
يلا اللهم عايزه ترنيمه فيها كلمه ملاك. هو ده ملك الرب إلى العذراء مريم دخل إليها دخل الملاك قال لها سلام. هو ده سلام لك سلام لك يا ممتلئة نعمة من السماء. هو ده. عايزة ترنيمة فيها كلمة شجرة. صعبة دي. صعبة. يا ترى للكريسماس؟ مجاورة. عندي دي حلالك. كنا نزين شجرة صغيرة ونعلق فيها جراس علي نجوم بيلمع لونه بيلمع مثل الإلماس مليانة تلج ومليانة ملبس أبيض بكياس يا أجراس وعي الناس للقداس يا أجراس الليلة عيد وعي الناس. فيروز حبيبة قلبي. ودلوقتي بقى معانا راوند جديدة، جولة جديدة، وهي لعبة ابسطوا دادي. طبعا هنستخدم فيها الجرس. اتفضلي يا إريني ورقة. ثانك يو يا مريم اتفضلي. اوكي انا عايزة اصبر. اوكي خلينا اشرح لكم اللعبة في الأول. تمام، احنا عند اللعبة دي بتتكلم عن كلمات ليها حدث معين. تمام، يعني انا هقول لكم موضوع وانتوا هتكتبوا اكبر عدد من الكلمات اللي هتيجي في ذهنكم عن الموضوع ده. اوكي، وبما اننا في عيد الميلاد هبدا واقول لكم ادوني كلمات ليها علاقه بقصه الميلاد. لا ما كده خلاص احنا سوا. خلاص كده انتوا استخدمتوش الجرس. نعد بقى. عدوا الكلمات الاول وقولوا لنا بقى. 1 2 13 14 17. 17 قولوا لنا بقى ريني. اوكي، العذراء، البشارة. استني نعد وراكم. اوكي، العذراء، البشارة، الملاك، المجوس، يسوع، بيت لحم، اليهودية. خليت دي واحدة تروح. الرعاة. ايه اللي بتلحق اليهودية دي واحدة؟ بيت لحم، اليهودية. هي حاجة واحدة. ده مكان جوه المكان. اوكي يبقى اعتبريها 16 عادي. الرعاة، مزود، خروف، قش، روح قدس، يوسف النجار، نجمة، هيرودس، أطفال، ميلاد. برافو. قولي لنا اللي انت كتبتيه يا مريم. ماشي، الملاك مع العذراء، يوسف النجار، النجم، هيرودس، المجوس، الرعاة، الحيوانات، المزود، أيوة. زكريا، اليصابات، طفل يسوع، القش. برافو تحفة. ماشي، للاسف بقى النقطه تروح لإيريني لان إيريني كتبت اكتر منك يا مريم. كده عوضت الراوند الأولى. صح. أيوة أنت كنتي فوتاني بنقطة. رجعنا بالأسئلة تاني، ويا رب ما ارجعش لورا تاني في الأسئلة دي. تمام، تسألي انت ولا انت؟ المرة دي انت بقى. استر يا رب. لماذا عاقب الملاك زكريا بالصمت؟ عشان نشكك يعني في اللي جاي قاله له يعني. وفرد الملاك بخصوص ولادة مين؟ بولادة يوحنا المعمدان. برافو. بيبي جون. دوري، نسيت الحوار ده. كم عدد أطفال بيت لحم الذين قتلوا بسبب أمر هيرودس الملك؟ ليه بتتفرجوش على دوري أبطال المسيحيين؟ اللي بيتفرج على الحلقات هيعرف الإجابة. يو. مش عارفة ليه 2000 باين ولا 5000 حاجة. ده كتير، رقم كبير. أكتر من 10,000. كانوا كام بقى؟ تو كلوز. 5 6000 ولا 4 خلاص بقى ماينس مريم. 14. يعني مريم مش تاخد ايه ده انا قلتها صح؟ ايوه. قولي لها الحل. الإجابة 14,000 طفل. شكرا. تو ماتش أطفال راحوا 14,000 راحوا في مزاج ما هيرودس. تتفرجيش على الدوري. آسف. ماذا كان يرمز اللبان الذي قدمه المجوس؟ كهنوت.
دوري. ماذا كان يرمز المر الذي قدمه المجوس للطفل يسوع؟ الالمات الآلام والصلب. الالم. الآلام سيد المسيح موسى. لماذا يعتبر ميلاد المسيح معجزه؟ عشان ما اتولدش بزرع بشر، يعني اتولد حواء اتولدت بغير مباضعة يعني. برافو. عذراء بخاطر يس. لماذا كان سمعان الشيخ ينتظر مجيء المسيح؟ عشان هو يعني لما كان بيترجم في الترجمة السبعينية لما جه يكتب يعني ازاي قعد يفكر ازاي فتاة هتحبل وتلد وكده، يعني من غير ما تتجوز او حاجة زي كده. فجات له زي الروح القدس. الروح القدس قال له يعني ان انت مش هتموت قبل ان تعين. صح. لن ترى الموت قبل ان تعين المسيح. ايوه. ما هي النبوة التي تحققت في يوحنا المعمدان؟ في يوحنا المعمدان هو أشعياء. ان هو هيكون اللي هو الملاك اللي هيمهد الطريق للرب يعني او كده هيجي قبل. مش دي؟ لا في نبوات كتير اتقالت عليه. ممكن تقولي لها الاجابه وما نحسب لو انت عايزه. النبوة بتاعت أشعياء النبي اللي هي بتقول صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب أعدوا سبل. كان المفروض اعرف يعني معروف. واي. لماذا يعتبر يوحنا المعمدان اخر انبياء العهد القديم؟ عشان هو اخر نبي يعني شاف السيد المسيح، يعني هما كانوا كلهم بيتنبؤوا ان هو هيجي. هو بقى اخر واحد جه وكان اخر واحد قبل الميلاد يعني. ده قصدي. يس هو دي اللي ان هو عشان اخر واحد جه قبل ما السيد المسيح يتولد، حتى لو بفرق شهور، بس هو كان قبل ميلاد السيد المسيح. مين هو القديس نيقولاوس؟ بابا نويل. شكله جميل. سنقول لونج. تعرفي اسم يعني ممكن تديني تفصيله شويه؟ نيكولا او نيكولاوس. يعني كان مثلا اسقف ايه؟ هي قالت اسقف خلاص. رتبته اسقف. استني انا عارفاها. المدينه كارم اللي هو كان موجود. اول حرف ارجوكي. اول حرف. ايه ده؟ لا مش هتيجي. بصي هو اسقف مدينه مورا دي اللي هي دلوقتي تركيا. نايس. كان في القرن الرابع. برافو. بقاله حبه قديم شويه. اوكي. اخر سؤال قبل الراوند الجاي، واخر سؤال في الراوند قبل ما نروح للراوند الجديده يا مريومه. ماشي يلا. جيت ريدي. كم كان عمر حنة بنت فنوئيل عندما رأت الطفل يسوع؟ كانت كبيرة في السن. صح. كام؟ كل البنات مثلا كبيرة ده في السن. ده في عمر شباب جيلنا يعني، في عمر يومين دول زمان كانوا بيعيشوا. يبقى مثلا زمان كانوا بيقعدوا اكتر من كده بكتير. بنات ايه ده؟ هنا مستر يا رب. 70 مثلا حاجات كده. قربتي قوي. ازود شويه يعني. ايوه زودي شويه صغيرين. 90 85 34. برافو. دي حظ. حنة بنت فنوئيل عمرها لما 84 سنه لما شافت السيد المسيح، لما عينت بقى. خلصت الجولة؟ خلصت الجولة. وتنتهي الجولة بترنيمة. اوكي. بنقول ايه؟ قولي لي تطلبي مني ترنيمة ايه؟ ترنيمة فيها كلمة قش. حبة قش ترارارارارا، حبة قش ترارارارارا، حبة قش تلموا عملوا أجمل فرش وعرش علشان بابا يسوع في المزود يرتاح خالص وما يتعبش. خلاص كفاية كده. برافو. قولي لي هو لحن للميلاد في كلمة أشرق. أشرق في المشارق والمجوس تبعوا حتى أدخله بيت إله
وسجدوا لملك دهور. جت اهو جه هتديكي البوينت إيريني، مش هتبخل عليكي فخلاص. اخويا. يعني الكلام يعني ليك. دلوقتي احنا هنبدأ راوند جديدة، هي لعبة. فخدوا الورق اللي قدامكم ده. ماشي. دلوقتي انا هطلب منكم طلب زي اللعبة اللي فاتت، بس هو طلب صعب شوية المرة دي. ماشي قدها. عايزة مش عارفة اديكوا رقم ولا لأ، بس اللي شاطر فيكم اللي يجيب لي 10 من مدن او بلاد اتذكرت في الكتاب المقدس. يلا بينا. ماشي. ارفع ايدك. خلاص قولوا لنا مين كتب ايه. يعني كتبت 8. ممكن اكتب واحده بسرعه؟ كده كاتبه كام واحده؟ كده 9 من غير اللي انا عاملاها كانوا 8. انتوا كده تعدوا. لما كانت 8. سوري لا خلاص يبقى اوت. طب يلا قولي 8 بتاعك. بيت لحم، الناصرة، أورشليم، كفر نحوم، السامرة، حلو ده. كنعان، سدوم، عمورة. ايه ده واو. ايه ده ازاي سدوم وعمورة فاتوني. ايه تاني؟ بس كده هم دول 8. تمام قولي لنا ايريني. مصر، بيت لحم، سينا، قنا جليل، الناصرة، بيت إيل، كنعان، يافا، السامرة. يافا دي ايه؟ يافا صح. يافا. برافو يبقى انت هو انا ازاي نسيت اورشليم وبابل والحاجات دي. بالظبط. عموما برافو عليكم، انتوا كده تاخدوا البوينتس لان انتوا متعدين. دلوقتي بقى معانا لعبه هاي بس فايف. هي برافو. دلوقتي بقى معانا لعبه بس هي لعبه ايه؟ من غير ورق. محتاجه ذكاء. شيل الورق. خلاص محتاجه ذكاء عالي شويه. اوكي. بصوا اللعبه دي عباره عن ممكن تشرحها لنا يا مريم او يا ايريني من قدامكم؟ اللعبة عبارة عن ألوان مكتوبة باللون. يعني متلونه يعني مكتوبة بلون تاني. زي ما قدامكم على الشاشه يعني. بالظبط زي اللي هتظهر على الشاشة. طيب الهدف ايه؟ نقول بسرعة اللون مش الكلمة. اللون مش الكلمه صح؟ اوكي ما نقراش الكلمة يعني نقول لونها على طول. مش تقري بالعرض. اوكي أنا بالعرض. يلا أخضر، أحمر، أسود. بسرعه بس اسرع. لا هنعيد من الاول. ماشي. أخضر، أزرق. قلت غلط. كده عجبني الحوار. ازرق مكان احمر. أخضر، أحمر، أسود، أزرق، موف، أخضر، احمر. خلاص دور ايريني. اقولهم بنفس الترتيب ولا بالطول؟ بالعرض عادي براحتك. اوكي بس مريم لازم تشوف معاكي. اوكي. اخضر، احمر، اسود، ازرق، بيربل، احمر، اسود، احمر، اصفر، اخضر، احمر. ايوه ما هو احمر. استنى الاصفر، اخضر، ازرق، اورنج، احمر. أزرق. ده ازرق وده ازرق يا ستي. أنا أصلا شايفاها متلخبطة بيها. ازرق، اورنج، احمر، اخضر، بيربل، اصفر. الشاطرة يا بنت. انا بطل اقول اصفر عشان مكتوبه بنفس اللون. عشان انفع كله. شاطره ايريني كانت كويس. دلوقتي حابين ننهي الجولات بتاعتنا بجوله مختلفه هيقولوا لنا عليها. دلوقتي هيطلبوا مننا رسمه واحنا بسرعه جدا المفروض نخلص الرسمه دي. احنا ما نعرفش الرسمه ايه لسه. وهم هيقيموا. يلا بينا خدوا الورق. هنرسم الظهر الابيض بقى. ماشي. اللي هيخلص الرسمه الاول هو اللي يدوس على الجرس. اوكي ماشي. احنا عايزين رسمه شجره كريسمس ما قدرناش غيرها. زي اللي قدامكم كده بالظبط. اسرع. انا كنت هقول لك
اوكي. مريم يلا بينا خلاص ايريني ورونا. سريعة وريها بقى الكاميرا. سكتشي. دي بتاعت ايريني، استنى واحده كده. مين دي رسمه ايريني، هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. ايه رايكم في الشجره دي؟ حاطه زينه كمان. برافو ايريني، رجل فوق. مريم ورينا يا مريم، لا صح ولا غلط؟ ورينا يا مريم، مفيش تصليح، هاتي. مريتا. لا صح ولد ولا غلط؟ مالناش دعوه. ولد لكم اليوم مخلص في مدينة صح. طب هي صح؟ أو دي رسمة مريم، هي الآية صح يا مريم. هي أولها ولد لكم اليوم، أنت عكستيهم، ولد لكم اليوم. بس المغزى موجود. أيوه هي المغزى موجود. الرسمة حلوة بس الشجرة هي بس عوجة هي بس الشجرة عوجة شوية. بعد السرعة انت عايزانا. أيوه. والنجمة ايه يا ايرين احنا عملنا الجرة. والنجمة باظت. حاسة إنها زهقانة. طيب مدونة إيه رأيك؟ ايريني طبعا. نو احنا حاسة إن احنا لعبنا الجولات بشرف. أيوه نستحق احنا الاثنين. أنا بقول إن رسمة إيريني أحلى. انا بقول ان احنا نستحق الروح الرياضيه. يعني نستحق ان جولات اتلعبت بشرف. طيب احنا مبسوطين برسمتكم انتوا الاثنين، فاحنا مش هنقيمكم على الرسومات اعتقد ان هي حلوه، والناس هيقولوا لنا في الكومنتس ايه رايهم في الرسومات وفي الايات. تمام، وينصرونا على ما اللخبطه. تحكموش على مستواي الفني هنا ارجوكم. بس ولا كده. مستواي المعوج. ودلوقتي حابين اقول لكم ان اللي فاز بالجولات ايريني. طب انا ما كنتش متخيله. ايريني جابت 13 نقطه قدام مريم 12 نقطه اللي تعتبر تو كلوز. نقطه واحده. فرق سنتي في طول الشجره. الشجرة دي خلاص باي. يلا يا مريم. يلا يا مريم. هناخد الشجر. انبسطنا معاكم جدا جدا. استنونا في حلقات تحديات ثانية، طبعا هيبقى في ناس غيرنا يعني كتير. كده هنحاسكم. موضوع تحديات الملل ده كان حلو قوي، في افكار جديده وحاجات جديده. مستنيين ان انتوا تشاركونا وتقولوا لنا راي التحديات الجديده. و ميري كريسماس. انبسطنا معاكم النهارده. انا اتبسطت باللعب مع اختي مريمه. ويا رب انتوا كمان تكونوا اتبسطتوا والحلقات والفكره الجديده عجبتكم، وهنستنى رايكم. باي.